مش هتعملوا غير الطريقه دي للملوخيه الصراحه. طيب ندوق بقى الفراخ. بصوا هتنسوا تماما الشيش طاووق بالطريقه التقليديه، فعلا هتنسوه. الله الله على الملوخيه الخطيره الرهيبه دي، بعرق ولا سقطت ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال، هندوقها دلوقتي مع بعض. بصوا، وكمان الفراخ بتاعتنا الرهيبه دي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عايزه اقول لكم هتدمنوها ومش هترجعوا تعملوا شيش طاووق تاني التقليدي اللي احنا عارفينه. بصوا بالشكل ده كده. وكمان عاملين شويه رز بقى كده ابيض للناس اللي بتحب الرز الابيض مع الملوخيه، بس انا عاملاه بطريقه تنفع لاصحاب الدايت شويه، فمش هتلاقوا فيه دهون. يلا دلوقتي ندخل على الطريقه عشان ما نضيعش وقتنا. ركزي بقى معايا يا ست الكل. اول حاجه عندي كيلو من الوراك المخليه اللي هو الشيش طاووق. عايزه تستخدمي اي قطعيه بانيه او فراخ كامله استخدمي عادي مفيش مشكله. هنجيب معلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقه كبيره من خل البلسمك. خل البلسمك ده يا جماعه اللي هو خل العنب، مش عايزه تستخدميه استبعديه، بس الاساسي معايا دبس الرمان. بعد كده بقى هنجيب نص معلقه صغيره من الملح. الملح ده طبعا حسب رغبتك، حسب ما انت بتحبي حدق الاكل بتاعك يبقى ايه. وهنجيب نص معلقه كبيره من السماق، وده اساسي معايا لان ده الكينج في الوصفه، لان الوصفه دي يا جماعه بتتعمل بدبس الرمان والسماق وشويه من الفلفل الاسود. هنقلب بقى، هنميكس كل ده مع بعض مع الفراخ كويس جدا عشان اتبلها، وهسيبها في التلاجة حوالي بقى معاكي من ساعة ل4 ساعات. لو عايزة تتبليها قبلها بليلة مفيش اي مشكلة. بعد ما تبلتها خلاص هنجيب بقى طاسة او جريل، المهم ما تكونش بتلزق. هسخنها كويس جدا ومن غير بقى منزل اي حاجة من الدهون. لو حابه ان انتي تحطي زيت ذره او زيت زيتون زي ما تحبي مفيش اي مشكله، لان كده كده الوراك بيبقى فيها دهونها. هنعملها على نار عاليه وبعد كده نوطي النار على نار متوسطه، ونتاكد على الجنبين، نقعد نشوح فيها على الجنبين لحد ما تستوي. وخلاص كده احلى شيش طاووق اتعمل معانا. هنعمل بقى الملوخيه. هنجيب حله يكون فيها شوربه مغليه، اهم حاجه الشوربه تكون مغليه. في تريك هنا نسيت اقولها لكم، انزلوا بمعلقه كزبره ناشفه ومعلقه او نص معلقه ثوم مفروم، وياخد غلوه كده مع الشوربه. هننزل بقى بالملوخيه بتاعتنا المتخرطه الناشفه كويس جدا. زي ما انتم شايفين الملوخيه ما عملتش ريم يا جماعه ولا اتكتلت بسبب ان الملوخيه ناشفه تماما. بعد كده بقى هنعمل الطشه بتاعتنا. هنحط بقى معلقه كده من السمنه على معلقه من الثوم المفروم على الفلفل الاحمر البارد، وهي دي التركيه. الملوخيه بتاعتك هتلاقيها مسكره بسبب التركيه بتاعت الفلفل الاحمر البارد. بس هنبتدي بقى ان احنا نشوحهم وننزل عليهم بالكزبره الناشفه، معلقه كبيره كده من الكزبره الناشفه، ونعمل طشتنا بقى الجميله. وشم الريحه واسمعي الصوت الطشطشه الرهيب بتاع الملوخيه. وفعلا لو عملتي الملوخيه بالطريقه دي هتدعي لي. تركيه ان انت تحطي على الشوربه توم وكزبره ياخدوا غلوه، دي انا نسيت اطلعها لكم او نسيت انا احطها الصراحه. وكمان تركيه ان انت تحطي فلفل احمر بارد مع التوم. بصوا بقى، بالنسبه للرز احنا كلنا شاطرين وعارفين ازاي بنعمل الرز طبعا، بس انا هنا بعمله هيلثي شويه او يعني دايت بمعنى اصح، لان انا بعمل دايت الفتره دي. بتجيبي كده شويه من السمنه صغيرين على الرز على الملح، ياخد غلوه مع الميه، ميه مغليه طبعا من الكتل. وبعد كده بتوطي النار عليه بعد ما يتشرب ميته، بتوطي النار عليه لحد ما يستوي معاكي. وكده خلصنا اكلتنا. ولو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جاي على خير، وباي باي.